التشكيل الافضل لنادي الزمالك قدام الاهلي. فيلم بالاثاره والمتعه ليله الامس واليوم. انا امبارح السبت عملت لك فيديو شامل عن الاهلي، قلت لك الاهلي بيهاجم ازاي، بيدافع ازاي، نقاط القوه والضعف في الاهلي، حرفيا فصصت لك الاهلي. والناس اللي متابعاني قبل كده عارفه ان انا دايما قبل ماتش القمه بعمل فيديوهين، فيديو ما قبل اللي هو زي ما قلت لك بحلل، فيديو تاني عن التشكيل. طيب هل انا النهارده هقول لك التشكيل بس؟ لا، هكمل حاجات ما قلتهاش امبارح، حاجات اضافيه، نقاط ضعف اضافيه في الاهلي سهل ان احنا نستغلها باستخدام لاعب مميز جدا في الزمالك، وميزتين في الاهلي انا ما قلتهمش امبارح ده هقولهم النهارده. ولكن هبتدي الاول بالتشكيل الافضل لنادي الزمالك. ولكن زي ما قلت امبارح لازم اللعيبه تبقى سود، زي ما قلت امبارح عايز رجاله في الملعب. قبل ما نتكلم فنيا، قبل ما نتكلم على مين اللي هيلعب ومين مش هيلعب وكل ده، عايز رجاله واسود في الملعب. عايزك وانت واقف ساعه السلام الوطني حس والكاميرا بتعدي على عيون اللعيبه نازله تكسب، دي في غل كروي حميد عند اللعيبه ان انا نازل اكسب، نازل اكسر اللي قدامي. فاتمنى اشوف ده ان شاء الله. وعايز اقول حاجه برده، لما اقول يا جماعه التشكيله ايا كانت هي ايه التشكيله، لما اجي اقولها لك تصبر عليا، انا هقول لك اسباب ايه للتشكيله دي، وهقول نصايح فرديه للعيبه. يلا بينا نيجي للتشكيله الافضل لنادي الزمالك. حراسه المرمى محمد صبحي، خط الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، باك يمين عمر جابر، باك شمال محمود بن طايك، نص الملعب رقم 6 دونجا، جنبه الاسطوره رقم 8 عبد الله السعيد، قدام ناحيه اليمين خوان الفينا، ناحيه الشمال ادم كايد، رقم 10 ناصر ماهر، والمهاجم عدي الدباغ. في مجموعه اسئله لازم نطرحها الاول على التشكيله اللي انا لسه قايلها دي، وانا عارف انت هتسال فيها دلوقتي. محمد اسماعيل ولا الونش؟ ركز معايا بقى بالله عليك خالص، دي حاجه انا ما اعرفهاش. هتقول لي طب انت قلت لي محمد اسماعيل. انا بميل دايما لفكره عدم التغيير كتير قوي في خط الدفاع. احنا بقالنا 3 ماتشات بنلعب بثنائيه محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد بعد طرد الونش، فبقالنا فتره بنلعب بالثنائيه دي. تغييرها مره واحده لو انت لا قدر الله مضطر، يعني لو انت مضطر هتغير طبعا. انت هتعمل ايه؟ مش هتلعب، هتغير. لكن لو انت مش مضطر خلاص، يبقى حاجه ركز في دي قوي بقى قوي قوي. ممكن يانيك فريرا وهو في التمرين يشوف محمد اسماعيل متوتر، ده وارد، فساعتها هيلاعب الونش. فانت لو لقيت، لا مش انا يا جماعه اللي بقول ركز معايا، حاجه انا ما اعرفهاش. هل انت تعرف محمد اسماعيل متوتر ولا لا؟ انت شفته قبل كده في ديربي من كام يوم يا جماعه، في وكيل لاعبين اسمه تامر النحاس، ده كان بيلعب في نادي الزمالك. الراجل قال لك انا لعبت قمه واحده، بيقول لك القمه دي كانت اول مره في حياتي بلعب قمه، هو بيقول كده نصا، كنت نازل رجلي بتترعش من الخوف. فيا جماعه ماتشات القمه ايوه يا جماعه تخض وترعب. لكن انا حطيت محمد اسماعيل لاسباب قلت لك امبارح، فكره الخروج بالكوره وان انا محتاج لاعب ممرر جيد في خط الدفاع. محمد اسماعيل لعب اللونج بول اللي بيلعبه بشكل مظبوط لعدي الدباغ فين؟ في ظهر مروان عطيه زي ما قلت لك امبارح، او لناصر ماهر في ظهر نص ملعب الاهلي، هتبقى توصل انفراد. يعني تخيل مثلا محمد اسماعيل ياخد باص لماهر في ظهر نص الملعب، وعدي بيتحرك في ظهر الديفنس، انت حرفيا هتروح انفراد بتمريرتين لو عملنا بالشكل اللي انا قلته امبارح. فمحمد اسماعيل دول. ولكن انا بقى دلوقتي هل انا عايش معاهم؟ هل انا عارف هم دلوقتي في التمرين مين متوتر ومين لا؟ لا ما اعرفش. جوزيه جوميز ركز معايا في دي، قبل ماتش السوبر قرن جيت هنا في التشكيله قلت لك تقريبا التشكيله كلها لو انا فاكر بنتايك لعب. في ناس كتير او محللين قالوا لا محمد حمدي لاعب مصري، لعب قدام الاهلي قبل كده ولعب في انبي وبتاع فمتعود. لا، جيت انا قلت لك ان بنتايج، والفيديو موجود وارجع له، بنتايج في تحليل الاداء، بنتايج قبل ما يجي النادي قلت لك ان بنتايج لعب ماتشين قدام الاهلي وانا شفتهم كان من افضل ماتشات بنتايج مع الرجاء المغربي، فقلت لك انا رجح انه يبدا وبدا. فهنا بقى انا بقى عشان انا شفت بنتايج مع الرجاء المغربي، لكن انا ما شفتش محمد اسماعيل في ماتش ديربي، ما شفتوش، ده اول مره شفته قدام الاهلي. شفت محمد اسماعيل مع زد كان رائع. انا بقول لك انا شفت اكتر من مباراه محمد اسماعيل مع زد قدام الاهلي، لكن يا جماعه مع زد غير مع الزمالك. الضغوط اللي موجوده على الزمالك، الجمهورين مقفلين الملعب، دي حاجه مهمه جدا وحاجه تخض، وماتش انت عارف ان الغلطه فيه مش هتعدي، عكس ماتشات تانية ممكن تغلط، ممكن تعمل حاجه تمشي الدنيا، لكن ماتشات شبه دي. لكن انا بالنسبه لي ارجح ان محمد اسماعيل يلعب، لان لاسباب فنيه وكمان لاسباب الانسجام من الاثنين. بقى لهم 3 ماتشات بيلعبوا جنب بعض، الاثنين اللي هم مين؟ حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل. ولكن المدرب ادرى مين متوتر ومين لا. لو محمد اسماعيل متوتر اكيد مش هيلعب، ولكن ان شاء الله محمد اسماعيل قدها، ولو بدا ان شاء الله ربنا هيوفقه. لان خلي بالك في كلام النهارده على محمد اسماعيل هتكلم عليه، عن فرود الاهلي بيعمل حاجه معينه، فهديله نصيحه فيها واحنا بنتكلم كده مع بعضين. السؤال الثاني، ادم كايد ولا شيكو بنزا؟ انا عارف السؤال اللي انت هتساله قبل ما تقول. هسالك برضه انا سؤال بقى، مش سالتني لازم اسالك انا. مين بقى له فتره بيلعب اساسي ناحيه الشمال؟ ادم كايد هو اللي موجود ومنسجم مع اللعيبه دي. طب الماتش اللي فات تحركات ادم كايد كانت افضل من الماتشات اللي قبل كده؟ بكتير. لمسات ادم كايد كانت افضل بكتير. مراوغاته حتى راجل راوغ اكتر من مره. فادم كايد المباراه اللي فاتت كان افضل بكتير من اللي قبل كده، وراجل بقى له فتره هو اللي بيلعب اساسي، وده مهم. غير كده بقى ركز
معايا في ده قوي 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 قوي. ادم كايد عنده ميزه انه بيخش دايما للقلب. اسمع بقى دي، انا امبارح قلت لك سريعا ان في مشكله كبيره جدا وجاب بين خط دفاع الاهلي وخط وسط الاهلي، الحته دي مصيبه سودة. وقلت لك كمان ان ناحيه الشمال ناحيه محمد هاني عندهم هم اليمين، وناحيه ياسر ابراهيم فيها مشكله، محمد هاني بيسرح كتير فبيضطر ياسر ابراهيم يغطي عليه. فركز بقى معايا في دي. لو انا دلوقتي خدت ادم كايد دخلته لعمق شويه، مش العمق ده اللي هو يبقى لاعب رقم 10، اللي جوه شويه، مش انا هطرح اسئله على نص ملعب الاهلي، ترى همسك ده ولا امسك ده ولا امسك ده، وانا عندي ممررين جيدين، دونجا ممرر رائع، عبد الله سيد ممرر رائع، ناصر ممرر رائع، وناصر لاعب بيقدر يستلم في المساحه. فهنا بقى الفكره ايه؟ ان انا ممكن اطرح اسئله جامده جدا على نص ملعب الاهلي وخط دفاع الاهلي. تقول ازاي؟ اقول لك انا لو ادم كان دخل النص مثلا، الكوره دلوقتي تخيل معايا السيناريو ده، الكوره مع عبد الله السعيد، ادم كان دخل لجوه شويه وماهر واقف في ظهر مروان عطيه، هنا لعيبه نص ملعب الاهلي هتسال اسئله، ترى اعمل ايه؟ هضغط على عبد الله السعيد اللي لو معاك كوره لوحده دي رعب، ممكن يلعب لوب في ظهر الديفنس لو ده يدبغ انفراد. اسمع، ممكن نلعب كرة بشكل وش الاخوان انفراد، طب انا لازم اروح اضغط، ما لو ضغطت عليها اسيب مكاني. ادم كايد ممكن يستلم في المكان ده فهيستلم ادم برضه عضايا هيروح انفراد. هنا بقى انت وجدعنتك كادم كايد لو رميت سرو من مره واحده انفراد. فانت هنا بتطرح اسئله كبيره على نص ملعب تايه. ركز في دي تاني، نص ملعب الاهلي تايه دفاعيا. هجوميا لسه هقول لك على مفاجاه على احد اللاعبين اللي قلت لك عليهم ان هو ممكن يبقى مميز. نص ملعب الاهلي دفاعيا تايه، فده اللي بتكلم فيه. فانت هتطرح اسئله عليهم. في بقى حاجه ثانيه، لو ربنا كرم الزمالك وسجلنا بدري، لو ربنا ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الزمالك مثلا، يعني الشوط الثاني انت محتاج لاعب بقى جراي، فتنزل شيكو بنزا يبقى هو اللي لاعب جراي، تاخد الكره بشكل مباشر عليه في المساحه، هيروح انفرادات، ممكن يجيب يضيع، بس على الاقل تبقى اسمك عملت الصح. طيب لو يانيك فريرا بدا بشيكو بنزا، هل يبقى غلط؟ لا مش غلط برضه. ليه؟ لان زي ما قلت لك برضو ان في مشكله كبيره ومساحه في ظهر محمد هاني، فممكن الراجل يبقى في دماغه ان انا هستغل المساحه دي، وممكن برضو يبقى في دماغه ان شيكو بنزا، بص انا بقول لك الرايين، انا ما عنديش مشكله حد منهم يلعب على فكره، بس هقول لك برضو الراي بتاع شيكو بنزا. لو يانيك فريرا لعب بيه ليه؟ عشان ان هو يستغل المساحه في ظهر هاني، وحاجه ثانيه ان هو ممكن يسحب ياسر ابراهيم يميل عليه، فناصر ماهر هو اللي يخش في الحته دي او عدي يخش في الحته دي، فانت كده هتوصل بمنتهى السهوله. هنا بقى مش هقول لك هتطرح اسئله، لا انت هتبقى انفراد. كل اللي محتاجه شيكو بقى نعمل باص بالعرض لعدي الدباغ او باص بالعرض لناصر ماهر، شبه الكوره اللي وريتها لك امبارح بتاعت فريق الحرس، تبقى منها باص الثاني الثالث لعيب في ظهر محمد هاني انفراد، ياسر ابراهيم مال عليه ساب مساحته فاضيه، الفرو اتدخل، هو لاعب الحرس ما لعبلوش ان هو امكانياته قليله، انا بقى عندي امكانيات افضل نوعا ما، فكل اللي انا محتاجه ان انا ايه؟ ابقى يا جماعه حاطط نمط معين، ولازم ده يا جماعه يتقال للعيبه. ما ينفعش يا جماعه بقى انا يلا بينا ننزل نلعب، مفيش حاجه اسمها كده في الكوره يا جماعه. واشوف ناس دلوقتي بتبيع لك الوهم ان كأن المدرب ولا حاجه، مفيش. امال ليه يا جماعه في رخص تدريب؟ وليه في مدربين؟ ليه جوارديولا بيلعب غير كلوب؟ ليه بيلعب غير ارني سلوت؟ غير اي مدرب؟ ليه غير نونو سانتو؟ ليه ده بيلعب؟ كل مدرب ليه فكره. ليه هانز فليك طور رافينيا؟ يا جماعه المدرب جزء اكبر حاجه في اي نادي هو المدرب، ما نقعدش نضحك على بعض. لازم المدرب يبقى معاه الادوات دي اللي هي اللعيبه، لو لعيبه صفر خالص مش هيعرف يلعب طبعا، لكن لا انت عندك فرايتي، ادم غير شيكو مثلا، الناحيه اليمين خوان غير عبد الحميد، عندك لاعب غير احمد شريف، عندك تنوع، عدي غير ناصر منسي خالص، غير عمرو ناصر، فانت عندك تنوع، غير الجزيري ده لو مثلا موجود، انت عندك تنوع موجود قدام. انت حسب بقى الخطه اللي انت حاططها ايه، هل انت متارجت الحته اللي في ظهر هاني يبقى هتلعب بشيكو، انا بقول لك من دلوقتي اهو، لو انت متارجت الحته اللي في ظهر نص الملعب يبقى كايد. وفي حاجه بقى، كايد اعتقاد شخصي مني، لو قلت له يرجع يدافع مع بنتايج ممكن يرجع يدافع بشكل ويلتزم بيه ويقف بيه، لان هو اصلا في الفرقه اللي كان موجود فيها قبل ما يجي في هولندا كان بيلعب اندر دوج تحت الكوره يعني، فممكن هيرجع يدافع معاه، عكس شيكو بنزا اللي ممكن يبقى مستهتر شويه في دي. فادم كايد ممكن يعمل لك حلول كتيره جدا ما عدا انه يجيب جول، وممكن يسجل، خد بالك انت ورزقك، بس هو في تاريخه عموما ادم كايد مش هداف قوي. شيكو ممكن يسجل اكتر من ادم كايد، مش ممكن، هو اوريدي بيسجل اكتر منه، ولكن ادم كايد ممكن يعمل لك حلول تكتيكيه، يعني ممكن ما يجيبش ولا يصنع ولا يعمل اي حاجه، بس ممكن يطلعك بالكوره، ممكن يعمل لك قلق، ممكن يبقى موجود جوه قلب الملعب يطرح اسئله على مروان عطيه وديانج، يا ترى مين يمسكني؟ طب لو حد جه مسكني طب مين في؟ ممكن مثلا ادم يخش لجوه فيسحب معاه هاني فيسيب المساحه دي لبنتايج، فكرت تلعب لبنتايج في المساحه لوحده، بنتايج عرضياته كويسه. كل دي حلول انت بتعملها لما بتلعب باللعيب الصح. فلو يانيك فريرا لعب بشيكو بنزا ما عنديش مشكله، خد بالك، لعب بكايد ما عنديش مشكله، لكن لازم نشوف الخطه اللي يانيك فريرا حاططها ايه، شوف مين اللاعب اللي هيليه عليه. انا كل ده عايز اخلصك بس من حاجات اضافيه ونصيحه اضافيه للزمالك، لسه عايز اخش لك حتتين في الاهلي بصراحه. بصوا بقى يا جماعه، في لاعب هيبقى دوره مهم جدا في الزمالك اللي هو خوان بزيرة. تقول لي اجول الاكتشاف ده يا عم، الدنيا كلها عارفه ان خوان اكيد ان شاء الله باذن الله هيبقى ليه دور مهم. لا ركز بقى معايا، هو بالذات هيبقى ليه دور مهم في حته فنيه،
ايه هي؟ تعال نشوفها باللقطات، ودي حاجه انا ما قلتهاش امبارح. الكره قدامك هنا مع لاعب الحرس، ده ماتش الحرس والاهلي. بص بقى هتلاقي هنا لاعب الحرس قدامه مين؟ قدامه ديانج، وجنبه مروان عطيه، وجنبه اكتر من لاعب من لعيبه الاهلي. بص بقى في لاعب اللي قدامك اللي عليه السهم ده، هتلاقيه هنا هو فاضي بس مش فاضي قوي، يعني خد بالك برده في لاعب في ظهره، في لاعب ممكن يبقى قاطع زاويه تمرير، ولكن الكره هتوصل للاعب ده. هتوصل له فين؟ في الهاف سبيس، اللي هي المساحه هنا اللي بين ياسين مرعي وبين العش، بين الاثنين دول. بص هنا لاعب الحرس ياخد الكره دي هيراوغ الاثنين بالمعنى الحرفي يا جماعه، هيراوغ ياسين مرعي والعش الاثنين وهيخش لجوه. بص يا جماعه انفراد تام بالمرمى، هو هياخد الكره دي هيلعبها بشكل سيء جدا بالعرض، هيلعبها لورا، مش عارف ليه بصراحه، دي حاجه غريبه. هنا امكانيات اللعب دي، هنا امكانيات سيئه. هنا الكره دي ممكن يشوطها ار2 في البعيده، ممكن يلعبها بشكل مباشر للمهاجم في ظهر ياسر ابراهيم، هي حرفيا مش محتاجه حاجه، تمريره في ظهر المدافع هو لوحده، جول انفراد، بلاش جول انفراد. كره شبه دي مع احترامي للاعب الحرس اللي عملها، مش لاعب في فريق كبير، فاخوان لو مشهور بالمراوغات يقدر يراوغ الاثنين دول. انا عايز اتكلم بقى عليه ايه. لاحظت في الاهلي في معضله مرعبه يا جماعه في الهاف سبيس الناحيتين، لما في فرق ممكن تبقى في ناحيه واحده، ناحيتين، ناحيه هاني وياسر ابراهيم، والناحيه الثانيه اللي هي بتاعت ياسين مرعي وكوكا، غالبا اللي هيلعب بيها كوكا يا مصطفى العيش، اي حد منهم هيلعب. المساحه دي مرعبه. طب مين افضل لاعب بيتحرك في المساحه دي في الزمالك؟ نعم، خوان بزيرة، افضل لاعب في نادي الزمالك وانا مسؤول عن هذا الكلام. اللي بيتحرك في الحته دي هو خوان بزيرة. فانا برضو لازم احط، فانا عندي اوبشنز كتيره ان انا اقدر اخترق الاهلي بمنتهى السهوله، انا مسؤول عن هذا الكلام، بس نحط بلان صح. ابقى انا عارف ان الكره لما هتجيلي خوان هيتحرك هنا بين المدافع وبين الباك، بين ياسين مرعي غالبا اللي هيلعب وبين كوكا او العش اللي حد منهم هيلعب، بينهم لعب له الكوره. خوان بقى هو ممكن ياخد ضربه جزاء، حكم اجنبي ان شاء الله اتمنى يبقى عادل يعني، ممكن ياخد ضربه جزاء زي ما عملها قبل كده، ممكن يراوغ صح، يخش يشوط، يلعب بالعرض العدي اللي بقاله فتره ما شاء الله، الله اكبر فايق. هيبقى عندك اوبشنز كتير هتهدد الاهلي اوريدي، هتخوف الاهلي، دي حاجه مهمه جدا. فدي ثغره موجوده في الاهلي، الحرس استغلها لكنه لاعب عشان هو لاعب فرديا قليل فما عملهاش بشكل كويس. كان عندي خوان يقدر بفضل الله يشتغل صح، فانا بقول برضو حته ويبقى خوان يقدر ان هو يستغل الهاف سبيس اللي ناحيه الشمال، اللي هي المساحه اللي بين المدافع الشمال ياسين مرعي والباك الشمال في الاهلي. نيجي بقى للاهلي، في حاجتين انا ما قلتلكش عليهم في الاهلي ولازم اقول لك عشان نبقى عارفين، مش بخوفك من اللي جاي بس لازم ابقى فاهمك. في ميزتين عند لعيبه، 2 لعيبه في الاهلي فرديا. اولا محمد شريف، هتقول لي نعم شريف يا جو حتى الان ما عملش اي حاجه ولا سجل. ايوه يا جماعه، بس شريف محظوظ على الزمالك، بس مش ده اللي عايز اتكلم فيه. شريف عنده حته كده بيعملها، دايما بتلاقيه بيتحرك على القريبه بشكل مستفز. امبارح وريتك لقطه بن شرقي خد الكوره وعدى وراوغ، محمد شريف كان واقف على البعيده شويه، ساب البعيده خالص وجرى قطع على القريبه في ظهر المدافع بتاع سيراميكا، وجات له وشاطها جت في العارضه. خلي بالك قطع ناحيه المدافع الايمن. لو عندنا احنا مين؟ محمد اسماعيل، فنصيحه لمحمد اسماعيل اهو على المستوى الدفاعي، خلي بالك لو لقيت الكوره ناحيه الشمال مع بن شرقي او تريزيجيه وهيلعبوا عرضيه، انا بقول لك شريف هيتحرك على القريبه مش على البعيده ولا في النص ولا لبره، هيتحرك على القريبه، هتلاقيه بيخطفك وبيحطك في ظهره ويقطع القريبه وبيلمسها من لمسه واحده بيشوط. انا بقول لك خلي بالك هيعملها. فمحمد اسماعيل يبقى انت ركز ريلاكس ان هو يقطع القريبه، فانت بقى خليك قاري انه هيقطع القريبه، فانت اصحى لده. طب الناحيه الثانيه في كوره محمد هاني لعبها لشريف، اعتقد شريف جابها جول تقريبا، الجول الوحيد اللي جابه تقريبا، مش فاكر ماتش فاركو او ايه مش فاكر بصراحه، بس هاني خد الكوره لعبها على القريبه، لطشها برده تقريبا شريف، او يعني يا اما دخلت يا بس كان شريف اللي لطشها وجات جول، او جات جنب العارضه، بس المهم انه لطشها. فهو دايما بيتحرك على القريبه محمد شريف بشكل رائع، لازم نخلي بالنا من تحركات محمد شريف على القريبه. ايه بقى الحاجه الثانيه؟ محمد علي بن رمضان، ده اللي انا عايز اتكلم عليه امبارح. هتقول لي يا جو محمد عمل ايه؟ محمد علي بن رمضان راجل ما عملش اي حاجه، عندك حق، هو فعلا محمد علي بن رمضان هذا الموسم مع الاهلي مش شايف دفاعيا ولا هجوميا، مفيش خالص، ولكن عنده ميزه. ايه هي بقى الميزه؟ الدخول جوه ال 18. دخول محمد علي بن رمضان جوه ال 18 ايه الميزه؟ بركز معايا. لو انا جبت لك لاعب زي طارق حامد مثلا، قلت لك طارق حامد موجود جوه ال 18، هل دي حاجه تقلق ولا لا؟ في العموم لا. ليه؟ طارق حامد لاعب مش هيدر هايل، مش شويط، وجوده جوه ال 18 هيبقى بس عشان ياخد العيون، يطرح اسئله على المدافعين فقط، لكن لو الكرة جات له غالبا مش هيعمل بيها حاجه. محمد علي بن رمضان لا، وجوده هيعمل حاجه من الاثنين، يا اما هياخد العيون وهيشغلك كدفاع، اما الكرة هتجيله هيجيبها بدماغه او هيشوط هيجيب جول. فهو بيعرف يتعامل لو الكرة جات له، ركز في دي، كانه مهاجم او كانه جناح مستني الكرة جوه ال 18 رغم انه لاعب رقم 8، بس هو بيعرف يزيد زي ساسي
ساسي كان من اللعبه دي بيخش جوه ال 18. ساسي بيعرف بيجيب بدماغه، بيشوط بوش رجله، بيشوط بشماله بيمينه، بيعرف يسجل بده. ولو الناس فاكره محمد علي بن رمضان ده سجل قدامنا مع الترجي تقريبا ايام باتشيكو، برضه كان موجود جوه الكره، اتلعبت له بالعرض دخل جوه ال 18 جاب جول بالرجل من لمسه واحده. انا بقول لك وهتلاقيه بيعملها، بس خد بالك دخوله جوه ال 18 ده هيأثر عليه بقى، عليه دفاعيا. فهنا بقى لها فكره، بس لازم نبقى عارفين ده. مين بقى اللي يسقط معاه؟ دونجا هو اللي يسقط معاه عشان ما نقعدش نشغل بالنا. يبقى محمد اسماعيل وحسام مجيد مركزين، كل واحد مع المان بتاعه، كل واحد مع اللعيب بتاعه والزوم بتاعته. مين بقى اللي يسقط هنا؟ دونجا. الاثنين بقى اللي ياخدوا الكره الثانيه عبد الله وماهر، وقدامهم عدي الدباغ بيستنى الكوره منهم ويجري في المساحه اخوان بزيرة وادم كانت برضه يجري ناحيه الشمال. يبقى لازم ماهر ينزل يسقط، نلعب بثلاثه في نص الملعب، مش 4-2-3-1 صريحه، لا دفاعيا ماهر ينزل فين بقى؟ ناحيه اليمين. يبقى دونجا رقم 6 في القلب، يمينه ماهر، شماله عبد الله السعيد. لو جت الكره لعبد الله هيلعبها لكايت في المساحه ونروح. طب جت الكره لماهر هيلعبها لاخوان بزيرة في المساحه ونروح. جت الكره لدونجا نلعبها لعدي، يقف عدي على الكوره، نجري بقى اخوان، نجري اي حد من اللعيبه اللي هتجري قدام. قلت لك النصيحه، اللهم بلغت اللهم فشل. اعتقد انا قلت لك كل حاجه على الاهلي جماعيا بيلعبوا ازاي امبارح، والنهارده كلمتك على 2 لعيبه فرديا، محمد شريف ومحمد علي بن رمضان، وكلمتك على الدور اللي انا محتاج اخوان بزيرة يعمله. كلمتك على كل حاجه، نصايح لمحمد اسماعيل، كل حاجه قلت لك عليها. ربنا يوفق الزمالك ان شاء الله. فيديو عجبك لايك شير سبسكرايب. سلام عليكم.